السلام عليكم الاخوات والاخوان، كنتمنى تكونوا بخير. اليوم غادي نشرحوا واحد المعلومه مهمه بزاف وغتشوفوها في لا فيديو اللي هي سائل التبريد. معروف بانه الاغلبيه ديالنا كيراقب غير سائل التبريد، واش يعني كاين في الماكسيموم ولا كاين اقل من الماكسيموم مينيموم ولا اقل، وبالتالي كيزيد سائل التبريد اولا كيشوف بانه يعني راه كافي. ومعروف بانه سائل التبريد ماء مقطر اولا لونتيجين، هو سائل خاص ماشي الماء الروبيني، لان الماء الروبيني الا وصل لواحد الدرجه كيوصل درجه الغليان، وكذلك كيجمد الا كان درجه ديال الحراره نازله بزاف. هذه العمليه هذه هي ملي كنقلب القرعه ديال سائل التبريد وكنلقى فيها البقع ديال الزيت، انا كنعرف بان كاين مشكل عندي في الفريجيره. هنا باش انني يعني نحيد هذا المشكل ضروري انني نمشي عند الميكانيك. من بعد ملي كيحيد الفريجيره الا كانت يعني ما صالحاش، والدور ديال هذا الفريجيره هو انه يعني الزيت اللي كيدوز كيبردها، هذا هو الدور ديالو، كيبرد الزيت. وهنا يعني هذه العمليه اللي غتشوفوا في لا فيديو هي الطريقه الصحيحه باش اننا نغسلوا ونقيو يعني القرع ديال الرادياتور وكذلك الرادياتور. كما غتشوفوا في لا فيديو هذه هي الطريقه باش اننا نقيو الرادياتور من كاع الاوساخ اللي فيها، وكذلك الا كان باقي بقعه الزيت كاين في هذا في الرادياتور. كما غتلاحظوا في لا فيديو هذه هي العمليه اللي كنقوموا من خلالها باننا نغسلوا الرادياتور. هذا محرك ديال الداسيه، هنا كنحيدوا القرعه ديال الرادياتور وكنبرونشيو هاد التيو هذا اللي فيه الماء كيدخل. وهنا فين كانت القرعه ديال الرادياتور حيدناها دابا. هنا كاينه الفريجيره كتكون هنا، واللي قلنا هي اللي كتنقي يعني كتبرد الزيت عفوا. هنا هاد الماء كيدخل والمحرك كيكون امارش وكيدخل كيجيب الدوره وكيبدا يتنقى، يعني كتنقى الرادياتور. هنا كما غتلاحظوا فهاد الماء هذا كيكون سخون بزاف لان الطوموبيل خدامه، وكيبدا يخرج هذا الماء. اين فوا كيبان لينا الماء بانه راه صافي تنقى، ما بقاتش فيه ديك الشوائب ديال الزيت، يعني ما بقاوش فيه البقع ديال الزيت، كنعرفوا بانه راه يعني الرادياتور تنقات. وبطبيعه الحال هذه العمليه راه ما كتاخذش بزاف ديال الوقت، من با تقريبا واحد نص ساعه اولا ساعه ديال المكانه